ما جرى ايه يا شناوي يا ابني؟ مفيش مرة تطلع بكلين شيت حتى في الماتشات الودية. يعني بعد ما نبقى فايزين على بتروجيت 2-0 يدخل في الجولين كده وتخلوهم يتعادلوا معانا. اديك انت اللي قلته ببقك يا كابتن شوبير. ماتش ودي يعني ملهوش اي لازمه، وانا الصراحه بوفر طاقتي ومجهودي للماتشات الرسميه والماتشات بتاعه البطولات التقيله. يا عم روح اتنيل، ولا نفع معاك ودي ولا رسمي. وبعدين ما كانت بطولة كأس العالم للأندية قدامك، ما وريتناش ليه طاقتك ومجهودك اللي بتقول عليهم؟ ده انت في ماتش واحد بس دخل فيك 4 أجوان. ما هو انت لو كنت خليت الواد مصطفى ابني وقف له ماتش ولا اتنين في البطولة كان ربنا كرمك. قول كده بقى. انت عايز مصطفى ابنك هو اللي يقف جون اساسي للاهلي؟ وبعدين انا في ماتش بورتو اول ما دخل فيا جونين شاورت له من بره وقلت له تعالى كمل مكاني. قال لي لا، شيل انت الليله كلها، واساسا هو لسه صغير ما عندوش خبرات، فسيبه يتعلم مني. ما هو المصيبة إن أنا خايف إنه يتعلم منك ويشيل أجوان زي ما أنت بتشيل. وبعدين صغير إيه وخبرات إيه؟ ده الواد بينزل يقف زي الأسد في الجول، مفيش كورة بتدخل فيه. أما أنت تلعب الماتش من دول تشيل يجي شكرت أجوان. انا مش عارف ايه اللي حصل لي يا كابتن. ده انا زمان ما كانتش فيه نمله تقدر تدخل المرمى وانا واقف، انما دلوقتي زي ما بيقولوا لو اتشطت عليا تلاجة تدخل فيا جون. المشكله لما بتبقى الكره جايه عليا وهتدخل جوه الجون بحس ان حد مكتف ايديا ومش بقدر افردها. انا شكل حد عامل لي عمل، وتقريبا انت وابنك. يا ابن عمل إيه بس؟ ده أنا بتليفون واحد للكابتن الخطيب أخلي الواد أوفة يبقى أساسي وكابتن الفرقة كمان، بس أنا سايبه يعتمد على نفسه. يا سلام، فين أيام زمن حراسة المرمى الجميل؟ كان المهاجم من دول قبل ما يشوط الكورة يزعق ويقول هجيب جون هجيب جون، فكنت أخد بالي. لكن دلوقتي المهاجم يزو الكرة مرة واحدة تلاقيها بالزغرط في الشبكة. اه والله يا كابتن، ما احنا بقينا في زمن السرعة خلاص. ده الواحد يبقى شايف الكرة عند المرمى بتاع الفريق التاني وهوب في 3 ثواني الاقي الكرة جوه الشبكة. المهم طبعا انت متوصي بابنك في التدريبات والخبرات، عشان كده الواد متألق. أمال إيه؟ ده أنا فحته تدريبات طول اليوم، ومش بالكورة، بالكوبايات والأطباق والسكاكين. يبقى ماشي في أمان الله في الشقة، أجي أنا مرة واحدة كده وأجي حادف عليه طبق ولا كاس إزاز يروح ماسكه على طول. المهم بقولك إيه، خليك حلو كده، وقف أنت ماتش وخلي وقفة يقف ماتش. بقول لك ايه يا عم ابو اوف، انت طول ما الشناوي واقف الجون محدش هيوقف مكانه حتى لو زرع المرمى ليمون. وبعدين قول له يخف الحركات اللي بيعملها دي، وفي التدريبات قدام ريفيرو يروح يلبس لي ماسك ويصد وهو مغمض عينيه. بقول لك ايه، لو حتى وقف في الجون بظهره انا برضو اللي هلعب اساسي.